أهلا بك أهلا صحفي. أهلا محمد حسام. صحف طارق، وأهلا هاجر أيضا، وبكل مشاهدي الأفاضل. بداية، حيث رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير التصنيف الذي أصدره تحسبا لقرعة تصفية إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وبهذا التصنيف تبقي الفيفا على إمكانية وقوع الجزائر ومصر في مجموعة واحدة، بما أن الفراعنة بقوا في المستوى الثاني، كما يضع تصنيف الجزائر في إمكانية مواجهة المغرب وليبيا المتواجدين في المستوى الثالث. وبتواجد الجزائر في المستوى الأول سيتفادون رسميا تونس، كوديفوار، السنغال وغانا من نفس المجموعة. وللإشارة، القرعة تجرى يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، ستنقل النهار مراسيم القرعة حصريا. إلى موضوع آخر، لا تنتظروا مدربا كبيرا للخضر، فالأموال غير موجودة، فخليفة غوركيف المغمور سيكون هو الآخر مغمور. هي بشرى رئيس الفاف إن صح القول للجزائريين بعد اجتماع للمكتب الفيدرالي. في اليوم 17 من شهر رمضان، رئيس الفاف محمد روراوة يزف خبرا صادما للجزائريين: لا تنتظروا مدربا كبيرا للخضر في المستقبل لأنه يكلفنا مالا كثيرا. هي أبرز قرارات المكتب الفيدرالي برئاسة الحاج بخصوص خليفة غوركيف، والذي لم يكن رسميا مدربا في مستوى أحلام الجزائريين. عندنا اون بون اتاك، ماذا شويه لا ديفونس، ان شاء الله اون با تروفي ان بون كوتش. ماشي كيما كنا نشوفوها زمان، وكانت دوك الله يبارك لي جوار اللي يلعبوا فيها كاع كيما يقول لك يلعبوا في النيفو. عندنا فريق الله يبارك له، اللاعبين المحترفين كاع في بطولات كبيره. لازم مدرب عالمي، مدرب كبير. تطلع الجزائريين إلى رؤية الخضر تحت قيادة اسم عالمي يتماشى مع المستوى الذي بلغه اللاعبون، انتظر مع رياح قرارات روراوة الجديدة، فالقادم مدرب لم يكن أكثر شهرة من غوركيف. دونك ما فهمناش، حنا الفريق الوطني لازم له مدرب كبير. لو ما يقدرش يجيب مدرب كبير، كان من الاحسن يدير طاقم فني 100% جزائري. عندنا مدربين في المستوى، ماشي سبيسيالمون لازم تجيبوا من الاترونجي. ليبقى الأكيد أن المدرب الجديد لمحاربي الصحراء، ومهما كان اسمه، سيكون مطالبا بالوصول إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وتأهيل الخضر إلى مونديال روسيا 2018. فهل سيتمكن روراوة من إقناع الشارع الرياضي الجزائري بمدرب مغمور آخر؟ هذا، وأصدر المكتب الفيدرالي جملة من القرارات أبرزها تأخير نهائي كأس السوبر بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة إلى الفاتح من نوفمبر عوض 13 أوت التاريخ السابق، التأكيد رسميا على عقوبة فرحات التي انفردنا بها ومشاركة نصر حسين داي في الكأس العربية. وفيما يلي أهم فرد فيغولي على انجيز، عنوان اخترناه بين الخبر الجزائرية التي طلب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من المدرب الوطني نبيل انجيز اشراك لاعب الوسط سفيان فيغولي اساسيا خلال المباراة امام منتخب السيشل. واضافت الخبر بحسب مصادرها ان انجيز لم يدرج اسم فيغولي ضمن التشكيلة الاساسية رغم الغياب الاضطراري للثنائي رياض محرز وياسين ابراهيمي. وقرر منذ الوصول الى السيشل ترك فيغولي في مقعد البدلاء نظرا لتراجع ادائه جراء ابتعاده عن المباريات الاخيره مع نادي فالنسيا. واكدت الصحيفه ان هذه المبررات لم تقنع روراوة لوجه تعليمات صارمه بان التخلي عن فيغولي امر مرفوض. الجزائري بمدرب مغمور آخر. وأصدر المكتب الفيدرالي جملة من القرارات أبرزها تأخير نهائي كأس السوبر بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة إلى الفاتح من نوفمبر عوض 13 أوت التاريخ السابق، التأكيد رسميا على عقوبة فرحات التي انفردنا بها ومشاركة نصر حسين داي في الكأس العربية. وفيما يلي أهم ما جاء في اجتماع المكتب الفيدرالي.
أوروبا الجارية بفرنسا هنا خطف المنتخب البلجيكي فوزا وتأهلا إلى ثمن النهائي من السويد بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في ختام مباريات المجموعة الخامسة. وانتظرت بلجيكا حتى الدقيقة 84 لتسجل هدف المباراة الوحيد عبر نجم روما الإيطالي راديا نايغولان. وفي اللقاء الذي أقيم في نفس التوقيت فازت أيرلندا على إيطاليا المتأهلة بهدف دون رد، وبذلك يرتفع رصيد بلجيكا ل6 نقاط متساوية مع إيطاليا بنفس الرصيد، في حين أصبح لأيرلندا 4 نقاط متأهلة هي الأخرى في المركز الثالث، فيما خرج المنتخب السويدي من البطولة رسميا بنقطة واحدة. للإشارة قائد المنتخب المغربي، وقال قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية أنه يتمنى عدم مواجهة المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، مؤكدا أن الخضر من بين أقوى منتخبات القارة السمراء في الوقت الراهن يتعلق بالمنتخب العربي الذي يتمنى مواجهته في تصفيات المونديال. أوضح بن عطية في تصريحات إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يريد مواجهة منتخب الفراعنة الغني حسبه عن كل تعريف. أهلا محمد صحف طرق، وأهلا هاجر أيضا، وبكل مشاهدي الأفاضل. بداية، حيث رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير التصنيف الذي أصدره تحسبا لقرعة تصفية إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وبهذا التصنيف تبقي الفيفا على إمكانية وقوع الجزائر ومصر في مجموعة واحدة، بما أن الفراعنة بقوا في المستوى الثاني، كما يضع تصنيف الجزائر في إمكانية مواجهة المغرب وليبيا المتواجدين في المستوى الثالث. وبتواجد الجزائر في المستوى الأول سيتفادون رسميا تونس، كوديفوار، السنغال وغانا من نفس المجموعة. وللإشارة، القرعة تجرى يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، ستنقل النهار مراسيم القرعة حصريا. إلى موضوع آخر، لا تنتظروا مدربا كبيرا للخضر، فالأموال غير موجودة، فخليفة غوركيف المغمور سيكون هو الآخر مغمور. هي بشرى رئيس الفاف إن صح القول للجزائريين بعد اجتماع للمكتب الفيدرالي. في اليوم 17 من شهر رمضان، رئيس الفاف محمد روراوة يزف خبرا صادما للجزائريين: لا تنتظروا مدربا كبيرا للخضر في المستقبل لأنه يكلفنا مالا كثيرا. هي أبرز قرارات المكتب الفيدرالي برئاسة الحاج بخصوص خليفة غوركيف، والذي لم يكن رسميا مدربا في مستوى أحلام الجزائريين. عندنا une bonne attaque. نجيو على ديفونس، ان شاء الله اون فا تروفي ان بون كوتش. ماشي كيما كنا نشوفوها زمان، وكانت دوك الله يبارك لي جوار اللي يلعبوا فيها كاع كيما يقول لك يلعبوا في النيفو. عندنا فريق الله يبارك له، اللاعبين المحترفين كاع في بطولات كبيره. لازم مدرب عالمي، مدرب كبير. تطلع الجزائريين إلى رؤية الخضر تحت قيادة اسم عالمي يتماشى مع المستوى الذي بلغه اللاعبون، انتظر مع رياح قرارات روراوة الجديدة، فالقادم مدرب لن يكون أكثر شهرة من غوركيف. دونك ما فهمناش، حنا الفريق الوطني لازم له مدرب كبير. لو ما يقدرش يجيب مدرب كبير، كان من الأحسن يدير طاقم فني 100% جزائري. عندنا مدربين في المستوى، ماشي سبيسيالمون لازم تجيبهم من الاترونجي. ليبقى الأكيد أن المدرب الجديد لمحاربي الصحراء، ومهما كان اسمه، سيكون مطالبا بالوصول إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وتأهيل الخضر إلى مونديال روسيا 2018. فهل سيتمكن روراوة من إقناع الشارع الرياضي الجزائري بمدرب مغمور آخر؟ هذا وأصدر المكتب الفيدرالي جملة من القرارات أبرزها تأخير نهائي كأس السوبر بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة إلى الفاتح من نوفمبر عوض 13 أوت التاريخ السابق، التأكيد رسميا على عقوبة فرحات التي انفردنا بها ومشاركة نصر حسين داي في الكأس العربية. وفيما يلي أهم ما جاء في اجتماع المكتب الفيدرالي.